شرارة الحرب تنطلق من جديد في مقديشو. مسرح العمليات العسكرية هذه المرة هو تقاطع كيلومتر 4 جنوبي العاصمة الصومالية، حيث تتواجد القوات الأوغندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية، كما يعد النقطة الأهم والاستراتيجية للحكومة الانتقالية. مقاتل الحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين شنوا هجوما مباغتا على الموقع، لتبدأ بذلك مواجهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. من أخطأه الرصاص في مواقع المواجهات أدركته القذائف التي انهالت على الأحياء السكنية التي أصبحت هدفا سهلا لتلك القذائف، لتحول حياة السكان إلى جحيم لا يطاق. وحافظنا صونة تلح. هذه القذائف تتساقط على منازلنا، بيوتنا تهدمت ولا نستطيع البقاء فيها، لا حل لنا إلا بالفرار إلى خارج المدينة، نحن في محنة وعذاب، ندعو العالم لإنقاذنا. هؤلاء هم أحدث ضحايا حرب لا تعرف الهدوء، ينقل بعضهم بوسائل بدائية، وآخرون في سيارات إسعاف تبدو هي الأخرى في حاجة لمن يمدها بأبسط متطلبات الخدمة الطبية. الحزب الإسلامي وبعيدا عن التعليق على الحدث الأخير أعلن عن تعيين إدارة لإقليم بنادر في خطوة قال إنها ستساعد المواطنين على استتباب الأمن والاستقرار في المناطق التي يسيطرون عليها. بما أن المجاهدين حققوا انتصارات كبيرة في الأيام الأخيرة وبقوا في المدينة لفترة، فقد قرر الحزب تشكيل إدارة تخدم المدنيين وتقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها. دماء وأشلاء، وإدارة جديدة هنا وأخرى هناك، كل ذلك والمدينة تئن تحت رحمة المدافع التي لا تبقي على أحد. هكذا تبدو بيوت المدنيين، مجرد أطلال للذكرى. وقوع حرب في أي نقطة من العالم يعتبر خبرا يستحق البحث، أما في مقديشو فالهدوء وسكوت صوت الرصاص هو الخبر. المطلوب من الجميع وخاصة المدنيين هو الصبر ومجرد المشاهدة. جامع نور، الجزيرة، مقديشو.